يا مساء السعادة على أجمل متابعين. النهاردة معانا حالة شوية غريبة، عندنا نسبة شيب عالية جدا في الشعراية، بس الشعراية كانت مهلكة جدا جدا، متقطعة من قدام وخفيفة جدا جدا جدا. طبعا بالنسبة للخفية دي ما اقدرش ادخل ان انا اعمل لها اي حاجة ولا سحب لون ولا اقدر اعمل هايلايتس علشان خاطر الشعراية مش هتتحمل معانا. رحنا على طول عملنا لون حلو قوي وهيعجبك في الاخر، وفي تكاية مهمة جدا عايزاكي تاخدي بالك منها في الفيديو. جبنا 7.00 اللي هو اشقر متوسط طبيعي مركز، وحطينا معاه 1 سنتي من المصحح الازرق علشان الشعر الابيض يختفي تماما وما يلمعش. جبنا كمان رقم 7.08 اللي هو اشقر متوسط طبيعي لؤلؤي علشان نطفي اي شيب في الشعر ونكثف الزيروهات معانا. دمجنا صبغتنا كويس جدا ورحنا حطينا معاها اكسيد 10%. دمجنا الاكسيد مع الصبغه كويس جدا وبدانا نوزع، ولكن في تركايه مهمه جدا هقولك عليها بعد التوزيع علشان تقدري تستمتعي بان الشيب ما يظهرش معاكي بسرعه او ان هو ينطر الصبغه من الشعرايه. كلنا عارفين ان الشيب بيكون عنيد بينطر الصبغه من الشعر مش بس بيطول، فالتركايه دي مهمه جدا لو انت ست بيت وعايزه تعملي نفس المعادله دي في البيت. خدنا الكميات بالتساوي، يعني 700 قد 7.08. هنا انا زودت اكسيد، كان عندي اكسيد 20 زودته بلسم، يعني حطيت الكميه البلسم قد الاكسيد قد كميه الصبغه علشان خاطر ما كانش عندي اكسيد 10%، وكنت عايزه اكسر حديه الاكسيد لان طبعا الشعر فعلا ضعيف جدا جدا. انا اللي شايفه الحاله قدامي وبكون عارفه بعمل ايه. نسبة الأكسيد لما بتقلل الشيب مش بيحب الأكسيد يا جماعة، طبعا بيقفل أكتر يعيش أطول. كمان الشوية الأزرق اللي أنا بحطه بيطفي لمعة الشيب تماما، وكمان الطبيعي مش بيقلب أي حاجة على 0.0، مش بتقلب الشعر لأورنج أو لإحمرار. فبالتالي المعادلة بتاعتنا كده جميلة جدا ومظبوطة جدا. وزعنا الشعر، دايما لما تيجي توزعي الشيب وزعي من الأمام للخلف، يعني خدي مراية الشعر كله، مراية الوش كله داير ما يدور زي ما أنا عملت. وبعد كده افرقي شعرك نصين لو عندك شيب وفي البيت بتصبغي، اعملي بنفس الطريقة. انا اخدت الشعر نصين، وزعت كمية الصبغة تكون وفيرة على الشعراية، ما بخلش بالصبغة علشان الشعر يتشرب كويس ويدينا نتيجة كويسة. بعد ما بنفرقه نصين بنفرقه 4/4، يعني بنقسم الشعر ل4/4. بنبدأ من الامام للخلف. ناس كتير طلبت مني طريقة التوزيع علشان عايزة توزع في البيت بطريقة سليمة. هنا قسمناه 4/4، بدأت من قدام لورا، يعني من الأمام أخدت خصر رفيعة جدا زي ما هتشوفي معايا في الفيديو علشان الشيب يختفي معانا تماما وما سيبش ولا شعرايه، وبشبعه بالصبغة. مش بنزود نسبة الأكسيد، يعني الأكسيد يبقى قد الصبغة بالظبط ويمكن أقل شوية، الصبغة تكون كريمي تقيل علشان الشيب مش بيحب الأكسيد. بعد كده جبنا رقم 7.00 اللي احنا استخدمناه في الأول، أخدنا منه قطعة على يعني قد 2 سنتي على صباعنا كده، وبدأنا نوزع على الشيب العنيد اللي قدام المراية الأمامية اللي بتكون أصلا الشيب فيها نسبته أكبر. يعني لو أنت عندك شيب كتير من قدام، تاخدي قطعة من الصبغة الخام وتوزعيها فوق اللي أنت وزعتيها بالأكسيد علشان خاطر الشعر كمان يتشرب كويس والشيب ما يلمعش تاني. بسيبه على الشعر تقريبا 50 دقيقة. أنا كده بقول لكم التفاصيل كاملة يعني على الاخر علشان ما حدش يقول لي انت نسيتي معلومه. واحنا طبعا اتعودنا ان انا بقول لك كل الاسرار علشان خاطر تقدري تعملي شغلك بكل امان، حتى لو انت متخصصه الطريقه دي هتفيدك جدا جدا. هنا كنا في كورس وكنت بعلم البنات لو حاله زي كده هيشتغلوا معاها ازاي، وطبعا تبعدي عن الفواتح او اي بلوندر او اي حاجه تفتحي بيها الشعر، لان الشعر ده مش هيستحمل لما بيكون الشعر خفيف وضعيف كده، طبعا ما يستحملش الاجهاد عليه او البودره او التفتيح او نسبه اكسيد عاليه. زي ما انت شايفه كده مسجت الشعر خلصناه، طلع لون جميل عجب الكلاينت جدا، كمان البنات شافوا قد ايه الشيب اتغطى واللون طلع جميل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشيريه لاكبر عدد ممكن من الناس علشان الكل يستفاد، وكمان كل الناس تتعلم تعمل ازاي بطريقه امنه وصحيه في البيت.
ونشير الفيديو، وتكتبوا لي بقى طبعا في الكومنتات نفسك اعمل لك فيديوهات ايه، او عايزه الوان ايه، ايه الحاجات اللي عايزه تتعلميها، وانا هساعدك واكون معاكي ان شاء الله خطوه بخطوه في كل حاجه. هنا زي ما احنا شايفين برضو انا بوزع اكتر على الشعر، بديله كميه وفيره جدا من الصبغه، ودي التركايه اللي انا قلتلك عليها بتاعه الرقم الاساسي اللي بنحطها على الشعر علشان الشعر ما يلمعش معانا الابيض ويطفي تماما ويعيش معاكي لفترات اطول. صدقيني طبقي ومش هتندمي، لان فعلا انا بعلمك حاجات بتكون من اسرار شغلنا بكل حب، بعلمها لك علشان خاطر تقدري تحصلي على افضل النتائج. وطبعا تكتبوا لي في الكومنتات بتتابعيني من اي بلد، وعايزه فيديوهات ايه ومزيد من فيديوهات ايه، والالوانات اللي بتحبوها، لان كتير نزلت لكم قبل كده طرق هايلايتس كتير، فحبيت انزل لك طريقه اللون الواحد علشان تستفادي. وكمان اللون ده ينفع مع الشعر الخفيف لانه هيداري الخفيه من قدام.